حد ابيضاني في الاربعينات ولابس بالطو اسود طويل وشايل شنطه جيتار وبيتكلم عربي مكسر. شغال ايه بقى؟ مخرج سينمائي. اول ما بيرجع عليه يديله الدواء فجاه يلاقي الشنطه دي بتتقلب. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست الاشياء. النهارده عندنا شيء من نوع جديد، مخرج سينمائي اجنبي حاصل على الدكتوراه في الاخراج، كون تشكيل عصابي على طريقه مستر اكس للسطو على الصيدليات في مصر، ولكن المخدرات قادته الى سكه اللي يروح ما يرجعش. النهارده هنعرف قصته من البدايه للنهايه. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك يا وائل. ايه حكايه بقى مستر اكس؟ تخيل كده وائل، انت قاعد يا باشا، دكتور صيدلي قاعد في صيدليته، واحد داخل عليه لابس بالطو، راجل شيك لابس بالطو شايل جيتار، ملحن بقى ولا فنان، بيطلب منه نوع دواء روشتة كده. اول ما بيرجع عليه يديله الدواء فجأة يلاقي الشنطة دي بتتقلب، يطلع منها بندقية، يرفع الصيدلي ويطلب منه الفلوس اللي موجودة في الدرج. لو ما استجابش بيضرب عليه طلقة ويستولى على الفلوس هو والشخص اللي معاه وياخدوا بعضهم ويهربوا. ده اللي حصل في مناطق، 3 مناطق موجودين في شرق القاهرة، والمناطق الراقية في شرق القاهرة: مصر الجديدة، النزهة، مدينة نصر. التشكيل العصابي كان بيستهدف ال3 مناطق دول. على مدار شهر كامل ارتكبوا 10 جرائم سطو مسلح. متخيل العدد ده؟ وفي شهر يعني بمعدل كل 3 أيام قضية. الكلام ده كان سنه كام؟ ده كان تحديدا في 2012. كان مدير مباحث القاهرة اللي هو جمال عبد العال اجتمع بالسادة الضباط المباحث على مستوى العاصمة، ويمكن كمان اشترك في فريق البحث الإدارات كمان النوعية، يعني إدارة المخدرات، سرقة المساكن، مباحث السيارات، مش بس القطاعات اللي خاصة بأقسام مدينة نصر ولا مصر الجديدة ولا النزهة. اجتمع بالقيادات البحثية بمديرية أمن القاهرة وابتدوا يحطوا خطة لكشف تفاصيل التشكيل ده. مين دول؟ في أحد المبلغين في مدينة نصر قال إنه الشخص ده ادى بقى وصفه، حد أبيضاني، ويعني في الأربعينات أو في يعني الخمسينيات، الأربعينات، ما بين الأربعينات والخمسينيات، ولابس بالطو اسود طويل وشايل شنطة جيتار وبيتكلم عربي مكسر. العربي المكسر، فضابط المباحث بيسأل العربي المكسر ده يعني ازاي؟ قال له يعني شكله ممكن يكون من بلد من قرى ارياف. قال له تمام. طب والشخص اللي معاه؟ الشخص اللي معاه لابس قميص وبنطلون كذا، مواصفاته كذا. واحد تاني في مصر الجديدة، من بلاغات مصر الجديدة، قال انا شاكك ان الراجل ده من لغته مش مصري، او مقيم في مصر بقاله فترة، فاللغة العربية عنده مش يعني سليمة 100%. فبقى فريق البحث وائل قاعد عمال يفكر، يا ترى ده واحد أجنبي ولا واحد ريفي؟ فاهمني؟ وبعدين مستهدف 3 أماكن حيويين وسطو مسلح وبندقية، رشاش بيضرب رشاش. فريق البحث عاوز اي ثغره دلوقتي. فريق البحث عايز أي ثغرة للموضوع. طبعا البلاغات ابتدى بلاغ في بلاغ. كانت الأول في نطاق مصر الجديدة، كان في بلاغ في مدينة نصر. في الفترة دي كان برضو اللي دايما كل حلقة، يعني تقريبا كل حلقة بنقعد نتكلم على كاميرات المراقبة ودور كاميرات المراقبة في كشف الجريمة. كان ساعتها برضو ما كانش فيه كاميرات مراقبة كافية. فالنهاردة يعني بننتهز الفرصة، بنوجه يعني للمتابعين بتوعنا دايما نحط كده سبوت كده على كاميرات المراقبة. انا بيجي لنا واحد يقول لك يا استاذ محمد، ده والله طالبيني في الاسم عايزين نركب كاميرات.
ما تكلم لنا مش عارف رئيس المباحث قول له يعني معلش مش هركب. طب الكاميرا دي مفيده ليك انت، أمان ده ليك، ده امان ليك انت الاول. اول حاجه تبص تلاقي هو ده بقى يتسرق من عنده تليفون، هو خلاص بقى ركب الكاميرا، يتسرق من عنده تليفون يشوف مين اللي سرق. لو واحد جه رمى بلاء عليه يقول له انا كنت سايب تليفون عندك هنا في المحل يراجع الكاميرات. ومش عارف انا سيبته هنا وانت المسؤول، يراجع الكاميرات يلاقيه ما سابش التليفون. فاذا كاميرات المراقبه هي اللي بتكشف دلوقتي بنسبه 80% من الجرائم. وسيله امان مهمه طبعا. فوسيله امان مهمه جدا. يعني بنستغل البرنامج ان احنا البودكاست ان احنا بنسلط الضوء عليها، ولازم كل الناس تركب كاميرات مراقبه في الشوارع، وخاصه ان احنا بنشوف دلوقتي الحوادث اللي بتحصل في الشارع. صحيح. نرجع للقصه بتاعتنا. طبعا مفيش كاميرات مراقبه كافيه، فالموضوع بيزداد صعوبه مع تكرار الحوادث. بتوصل للواقعه التاسعه. الواقعه التاسعه دي كان ليها تفاصيل مثيره. انه التشكيل ده، الفردين اللي هم بتوع التشكيل، دخلوا على صيدلي وكانوا فاكرينه واحد لوحده، التاني كان جوه الصيدليه. فلما زميله حصل معاه الواقعه دي حاول ان هو يخرج من ظهرهم، فلاحظوا اللي هو زعيم العصابه قام لافف ليه بالبندقيه، قام طق طق وضربه طلقتين في رجليه. هو كان عايز يمسك زعيم العصابه اللي ماسك البندقيه، حاول يغفله. للاسف طبعا ده صيدلي ما عندوش خبره في التعامل، وخاف على زميله. يعني هو خاف على زميله لا يضربه بالنار. هو طبعا يعني عايز يساعد زميله، وفي نفس الوقت خبرته محدوده. خرج من باب خلفي للصيدليه وحاول يمسك زعيم العصابه. للاسف الشديد زعيم العصابه خد باله منه وقام طق طق ضربه طلقتين بالنار. دي الواقعه التاسعه. بيتكرر اخر واقعه اللي هي الواقعه العشرة. وفي الواقعه العشرة دي بقى بعد الواقعه التاسعه دي كان فريق البحث شغال طبعا بيجمع معلومات في كل الدوائر اللي احنا اتكلمنا فيها، ال3 دوائر، وبيوسعوا كمان الدايره بحيث يشوفوا الناس دي بتيجي منين او بتخرج من الدوائر دي تروح فين. فاللواء جمال عبد العال ساعتها عملوا 38 كمين على مستوى مديريه امن القاهره في الشارع لتتبع التشكيل العصابي ده. 38 كمين، انت متخيل؟ طبعا. ودي كانت فتره تعافي. يعني احنا بنقول فتره تعافي، بس كانت الشرطه موجوده وبقوه. يحصل انه يرتكب واقعه ويهرب الاثنين المتهمين، وبيعدوا على طريق الاوتوستراد. كان في كمين في النقيب رامي سليمان، وده من قوة نظام اسم منشأة ناصر، وهي طبعا الدايرة المقابلة لمدينة نصر. يعني هم ارتكبوا الواقعة في مدينة نصر وراح يهرب على الاوتوستراد واخد طريقه لحدود منشأة ناصر، وعندك مدينة نصر والحي اليمين اللي هو دايرة الويلي. فكان في كمين مرتكز على الطريق. لاحظ التشكيل مواصفاته، حاول النقيب رامي يطاردهم، اطلقوا نار على النقيب رامي واتصاب هو كمان اصابه بالغه الخطوره، وربنا نجاه في الواقعه دي. ومن هنا كانت الاصابه دي تحديدا كانت سبب رئيسي الكمين ده ان هو يقدروا يلقطوا رقم العربيه اللي مرتكبه الحادث اللي راكبها افراد العصابه. كانت العربيه دي نقطه الخيط مع الاوصاف اللي ادلوا بيها المجني عليهم اصحاب الصيدليات. ادوا بقى طبعا الوصف زي ما قلنا، البلطو والشكل والكلام ده كله واللغه كمان، ومن ناحيه تانية ارقام العربيه. وده اول دليل مادي يمسكوا رجال مباحث القاهره على التشكيل العصابي ده. رقم العربيه، فحصوا رقم العربيه، وزي ما قلت لك كان في بقى الادارات كلها شغاله، مباحث السيارات والمخدرات. كان كمان يعني اللواء عبد محسن الحلفاوي كان وكيل مكتب مخدرات القاهره، كان موجود في فريق البحث بيقود مجموعه من فريق البحث. وكان عندنا ضباط كتير، كان محمد بيه راسخ، احمد بيه هيبه، المقدم احمد هيبه كان رئيس مباحث مصر الجديده في الوقت ده، دلوقتي سياده اللواء احمد هيبه. ضباط كتير جدا نوال كانت شغاله في القصه دي. وكان اللواء محمد توفيق كان رئيس قطاع شرق القاهره،